عارف انت واحد يقول لمديره انا هنزل مصر ومش عارف ارجع تاني ولا لا. قلت له ممكن ما اعرفش ارجع. قال لي طب بلغني عشان ابلغ الاتش ار. والله العظيم الساعه واحدة وتلت. واحده دي ما هو ده، ما هي دي واحدة وتلت. ما هو ده التحدي. المانيا 29 اطلع فيه بقى. 29 ديسمبر توقيت المانيا. هتبدا الاجابه بايه؟ ايه الحاجه اللي انت ناوي تغيرها في 2025؟ 2025 ويجي بقى في 2026 يبعت لي الفيديو اللي فاكر. فاكر لما كنت متفائل وداخل السنه بالظبط كده. فاهم؟ ها لا مش عارف والله. بص هو في كذا حاجه بصراحه السنه الجديده دي الواحد يعني ان شاء الله يتمنى، مش عشان السنه الجديده بس يعني الواحد عايز يعملها الكام يوم الجايين. انا حتى لسه مديري قال انا لسه بقول ده واضح بشكل غير طبيعي مع مديره، لانه يعني عارف انت واحد يقول لمديره انا هنزل مصر ومش عارف ارجع تاني ولا لا. قلت له ممكن ما اعرفش ارجع. قال لي طب بلغني عشان ابلغ الاتش ار. والله العظيم اقسم بالله. انت ضايع. لا الفكره في حاجه، الفكره في حاجه كان في البروفا سايت. لا الفكره في حاجه اليوم ده انا كنت جدا مضغوط وجالي مكالمه ان ابويا كان تعبان جدا. هو عارف كده؟ هو عارف ايه بالظبط؟ مديري هو عارف ان ابوك تعبان يعني؟ لا كان لسه ما يعرفش. فانا قلت له فوقتها هو دخل كذا عليا كذا مره، كل يوم بيخش عليا محمد انت كويس؟ انا كنت على اخري انهار فاهمني خلاص، ومش مش هينفع امشي. كان عندنا كلوزنج وعندي بنش. قلت له بص من الاخر هو لطيف جدا. قلت له بس انا هجيب لك من الاخر، بس انا والدي جدا تعبان. وانا يعني انا لما عرفت ان اخر مره لما كلموني في البيت وقالوا لي ان والدي تعبان انا تاني او تالت يوم كنت في مصر. فانا لو نزلت مصر ممكن ما اعرفش ارجع. فراح قال لي family matters, family always comes first. نسيته ايه ده؟ الماني. المهم الالمان كده دايما بصراحه. family always comes first. وخليك عارف ان لا تتردد في اي وقت ان انت تقول لي انت عايز تنزل شوفوا مش عارفه ايه. هو ده صح. وهنظبطها سوا وبس ابلغ بس الاتش ار عشان احنا عندنا ورك ريموتلي او ورك فروم ابرود. ايه الحاجه اللي انت عايز تغيرها في 2025؟ اول حاجه ان انا ان شاء الله عايز هعمل في السنه الجديده البحث بتاعي ان انا اعرف البي اتش دي لو ابتديتها هتوصلني لفين في كاريري، فبالتالي ابقى عارف انا المفروض ابتديها امتى وخلصها في خلال قد ايه. ده بالنسبه لي مهم جدا نعرف التايم لاين بتاع البي اتش دي بتاعتي لو هبتديها خلال السنه الجديده ان شاء الله اللي هتبتدي دي. وتاني حاجه بما ان الواحد بقاله كام سنه هنا فعايز ابتدي بقى اعمل الملف بتاعي عشان الجنسيه، بس قبلها عايز اعمل برضو البحث بتاعي عشان اشوف هي هتفيدني ولا لا. الجنسيه الالمانيه ما كانتش يعني قبل ما اجي هنا ما كانتش هدف بالنسبه لي وما زالت ما هياش هدف بالنسبه لي، بس هل هي كجزء من البروفايل بتاعي هتساعدني بعد كده ولا لا. فدي برضو نقطه تانية ان شاء الله في السنه الجديده عايز اعملها. اولا وده طبعا يعني حاجه انا مستنيها بقالي 5 سنين. في 2025 هحاول ان انا استقر انا وعيلتي. انا بعمل لهم لم شمل بعد 5 سنين سفر ودراسه ماستر وشغل، كل ده بعيد عن عيلتي وولادي. فهحاول انبسط معاهم شويه، اشم شويه نفسي واعيش معاهم بالذات لان هم صغيرين فبيكبروا بسرعه قوي. فهحاول اعيش معاهم شويه احساس ان عندي عيال صغيره فاهمني بيكبروا قدامي وكده، وهنزل لهم قوي يعني هشوف هم بيعملوا ايه. نلعب على الارض هلعب على الارض، نلعب مش عارف في التراب هلعب في التراب معاهم فاهم. دي حاجه انا عايز المسها فعلا واقرب منهم جامد.